لو انت او انتي دايما الطرف اللي بيجري عشان يحل مشاكل الكل او بيشيل هموم غيره حتى لو على حساب نفسه، او دايما بيحط راحة الناس قبل راحته، فانت واخد دور المنقذ. ففي الفيديو ده هقولك ازاي تبطل تعيش دور المنقذ. مشروبك وتعالي في الاول كده هنسأل نفسنا كام سؤال عشان نعرف نحدد هل احنا فعلا الطرف اللي بيعيش الدور ده ولا لا. اسأل نفسك انا بساعد ليه اصلا؟ هل بتساعد عشان بتحب الناس فعلا ولا عشان خايف بس انهم يزعلوا منك؟ هل بتحس ان قيمتك مرتبطة بكونك الشخص اللي دايما بيحل المشاكل، ولو بطلت تحلها مكانتك عند الاشخاص مش هتكون موجودة؟ لو الإجابة أيوة فأنت محتاج تعيد تقييم دورك في حياتك وحياة اللي حواليك وتاخد موقف وتبطل تعيش دور المنقذ. تاني سؤال هتسأل نفسك، هل أنا دوري بس مسؤول في أي علاقة أو في كل العلاقات اللي أنا فيها حاليا؟ لو فلازم تعرف انك مهما كنت بتحب الناس دي قد ايه ما تعيش معاهم دور الاب والام او دور الراجل حلال المشاكل اللي بيحلل الناس عقدها ومشاكلها. كل مشكلة لازم تتحل بيك. احيانا بيكون الحل هو انك تسيب الشخص ده يواجه مشكلته بنفسه ويحلها بنفسه. تالت حاجة بتعرف تقول لا؟ لو لا يبقى حدد حدودك بوضوح. لما حد يطلب منك حاجة انت مش قادر عليها مش لازم تقول على طول. جرب كده تقول انا مش قادر اساعد دلوقتي. تعلم تقول لا من غير ما تحس بالذنب. اسأل نفسك انا داعم حقيقي ولا مضحي مفرط؟ لازم تعرف انك لو شخص داعم ده شيء صحي، لكن انك تسيب حياتك وتضحي بسعادتك علشان شخص تاني ده اسمه استنزاف. لو لقيت نفسك بتشيل مشاكل الناس اكتر ما بتشيل مشاكلك فده انذار انك لازم تراجع نفسك، وانك كده مش مجرد شخص داعم، لا انت تحولت لدور المنقذ في حياة غيرك. هل بتحس بالذنب لما تحط لنفسك اولويات عن غيرك؟ لو فلازم تعرف انك مش شخص اناني عشان بتهتم بنفسك، بالعكس لما تكون مرتاح هتقدر تساعد الناس بشكل صحي ومتزن. العطاء لازم يكون بإرادتك مش لانه فرض عليك. اسأل نفسك وجودي في حياة الطرف التاني ده او في حياة الناس اللي حواليا علشان هم بيحبوني وبيقدروني، ولا انا في حياتهم مجرد مصلحة وبس؟ يبقى انت هنا عايش دور المنقذ ووجودك بس مجرد استغلال ليك. فحاول تاخد خطوة، راجع علاقاتك، بتحل مشاكلك او لا ومركز على حل مشاكل غيرك، فانت كده حياتك مش ماشية في الاتجاه الصح. انا عايزه افهم انت ازاي بتقدم حلول وبتحل مشاكل للناس وبتساعدهم ان هم يحسنوا من حياتهم وانت حياتك خربانه وبايظه. هل انت متاكد من ان طاقتك وحلولك اللي بتديها لهم 100% بتكون صحيه وصحيحه؟ انا اشك. اصل مفيش حد مش هيكون عارف يحل مشاكل نفسه هيعرف يحل مشاكل غيره. وبس كده، السلام عليكم.